الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين، وبعد. الأخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله السلماني، عضو مجلس النواب، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح في أمانة العاصمة. الأستاذ الدكتور نجيب سعيد غانم، عضو مجلس النواب عن الدائرة 12. الإخوة قيادة المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة، الإخوة الحاضرون جميعا، الأخوات الحاضرات جميعا، كل باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني قيادتي وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 12 أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المناسبة الغالية على نفوسنا. فأهلا وسهلا بكم جميعا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. إخواني وأخواتي الإخواني الحضور جميعا وأخواتي الحاضرات جميعا، نحن اليوم في هذه المناسبة نحتفي بأكثر من مناسبة. نحتفي بذكرى ثورة 26 من سبتمبر التي قامت في 26 من سبتمبر ضد الحكم الإمامي الكهنوتي الفردي المتسلط الذي صادر الحرية من أبناء شعبنا اليمني. نحتفي بذكرى ثورة 14 من أكتوبر التي قامت ضد الاستعمار البريطاني الغاشم الذي كتم على أرضنا وشعبنا لأكثر من قرن من الزمان. كما نحتفي في هذه المناسبة بالذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، هذا الحزب الذي ولد من رحم هذا الشعب المناضل الصابر المحتسب، هذا الحزب الذي قام من أجل الحفاظ على هوية هذه الأمة وتوجهاتها، هذا الحزب الذي قام من أجل خدمة هذا الشعب والنهوض به في مختلف المجالات، هذا الحزب الذي عرفتموه جميعا دائما ينحاز لمصلحة هذه الأمة في الداخل والخارج. قلت لك باجي معك واحد. أيها الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا، إنني من هذا المقام وبهذه المناسبة الغالية علينا جميعا أدعو السلطة المحلية بالأمانة بشكل عام وبمديرية معين على وجه الخصوص إلى القيام بواجباتها في خدمة أبناء الأمانة وأبناء هذه المديرية في مختلف الجوانب الخدمية والكف عن سياسة الفساد، ونحن معهم وبجوارهم لحل كل الإشكاليات التي قد تحدث من حين لآخر. كما أدعو أعضاء وقواعد وأنصار الإصلاح في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا الغالية علينا جميعا إلى أن نتمثل القدوة الحسنة والاستمرار في نشر ثقافة التسامح والإخاء ونبذ الفرقة ولغة الاختلاف ونغلب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة والأنانية. الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا، لا أطيل عليكم واسمحوا لي أن أتوجه أخيرا بالشكر لكل الأخوة الذين خططوا وساهموا ونفذوا من أجل إنجاح هذا المهرجان المبارك في هذه الذكرى العزيزة الغالية على نفوسنا. وأخص بالذكر لجنة الخدمات واللجنة الإعلامية ولجنة النظام واللجنة السياسية وكل من كان له يد بإنجاح هذه المناسبة. وأشكركم جميعا على الحضور والتفاعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.